هنا بيقول لي قياس الزاوية القايمة هل هي 180؟ طبعا الكلام ده خاطئ. ليه خاطئ؟ لأن قياس الزاوية القايمة ب90. أكبر أضلاع المثلث القائم الزاوية طولا هو الوتر. ده إجابة صحيحة فعلا، هو الوتر. السؤال الثالث، تصف نظرية فيثاغورس العلاقة بين طول الساقين والوتر في أي مثلث قائم الزاوية. طبعا ده كلام صحيح، هي علاقة بين الساقين اللي هم الضلعين والوتر. السؤال الرابع، يمكن استخدام نظرية فيثاغورس إذا علم طول ضلع واحد فقط. طبعا خطأ، لازم تكون عارف ضلعين عشان تعرف تجيب التالت. لازم تكون عارف الضلعين مثلا دولت عشان تعرف تجيب الضلع التالت باستخدام نظرية فيثاغورس. السؤال الثاني، اختر الإجابة الصحيحة. الضلع المقابل لزاوية قائمة في المثلث القائم الزاوية يسمى ايه؟ الوتر. الضلع المقابل للزاوية القائمة بيكون اسمه الوتر. دي الزاوية القائمة وده المقابل ليها اسمه الوتر. السؤال الثاني، إذا كان المثلث أ ب ج قائم الزاوية في باء. أ ب ج اهوت قائم الزاوية في باء، فإن الوتر هو مين؟ أ ج. طالما هو باء انت عايز تعرف الوتر، الغي الباء، الحرفين اللي فاضلين هما الوتر، الألف والجيم. السؤال الثالث، في الشكل المجاور طول الضلع أ ج. طب أ ج ده وتر. في نظرية فيثاغورس الوتر بنجمع، يعني نجمع 6 تربيع و8 تربيع، طلعت لي 100. 6 تربيع ب36 زائد 64 100. بتجيب جذر المية كام؟ 10. يبقى الإجابة 10. سؤال 4، في الشكل المقابل أ ب تربيع زائد ب ج تربيع. طيب يبقى أ ب مكتوبة والباء ج مكتوبة، مين اللي ما كتبش؟ أ ج. يبقى الإجابة أ ج تربيع. هنا بيقول لي المثلث س ص ع، س ص 3 سم وص ع 4 وس ع 5 سم، فإن قياس زاوية ص. طيب قياس زاوية ص هنشوفها ازاي، نوعها حادة ولا قائمة ولا منفرجة؟ بالطريقة الآتية، انت بتجيب الضلع أكبر واحد فيهم مين؟ السين عين اللي هو الخمسة، وهتخليه لوحده خالص. وهتجيب الضلعين اللي فاضلين اللي هما التلاتة والأربعة وتخليهم في جهة لوحدهم، وتعمل تربيع لهم كلك. لو طلعوا يساوي بينهم تساوي، الكبير والاتنين الصغيرين لو بينهم يساوي فالمثلث ده قائم والزاوية هتكون 90. ولو هو طلع أكبر منهم فده منفرج، ولو طلع أصغر منهم فده حاد، فالمثلث هيكون حاد. طيب 5 تربيع ب25، 3 تربيع ب9 و4 تربيع ب16، 9 زائد 16 برضه 25. طالما يساوي يبقى إذا المثلث زي ما قلنا إيه؟ قائم الزاوية. وكمان الزاوية هتكون بكام؟ ب90 درجة. في الصفحة دي 3 تطبيقات صغيرين، تعالوا بينا نتكلم عنهم. كم ترتفع القطة على الشجر؟ طيب يعني هو عايز الارتفاع اللي انت شايفه ده، هو عاطلك هنا الوتر والضلع، فانا عايز الضلع. الضلع هيكون عبارة عن الوتر تربيع ناقص الضلع اللي فاضل تربيع. 12 تربيع ب144 و5 تربيع ب25. 144 ناقص 25 كام؟ 119. هل العين ديت 119؟ لا طبعا، لازم تكون جذر ال 119، فهيكون تقريبا 10 وتسعة من 10، فالتسعة تدي ال10 تخليها كام؟ 11، فالإجابة هتكون 11 تقريبا. هنا السؤال رقم باء بيقول لي ما عمق الماء. طبعا العمق ده برضو ضلع، فالضلع هنطرح ال15 تربيع ناقص ال6 تربيع. 15 تربيع ب225، 6 تربيع ب36، يبقى 225 ناقص 36 هيكون 189. هنجيب جذر ال189 هيطلع 13 و7 من 10. السبعة كريمة تزود التلاتة تخليها 1 يبقى 14، يبقى الإجابة 14 تقريبا. هنا بقى طالب الوتر. الوتر هنجمع بقى، لأن الوتر كبير بنجمع، الضلع بنطرح لو تفتكر، إنما الوتر بنجمع. يبقى 70 تربيع زائد 20 تربيع. 70 تربيع طلعت 4900، 20 تربيع ب400، نجمعهم على بعض طلعت لي 5300. هنجيب جذر ال5300 طلع لي 72
و8 من 10. التمانية طبعا كريمة، تزود الاتنين دي تخليها 3، يبقى بدل ما اقول 72 هقول 73. وطبعا انت ممكن تحط مثلا ايه، هنا مكتوب قدم انت تكتب قدما، وهنا مكتوب ايه متر، فهنا المفروض نكتب متر، وفوق خالص مكتوب ايه متر برضو فنكتب متر.